الحث بيجي عليه سؤالين، دير بالك، سؤال على الظاهرة نفسها وسؤال على دائرة محطة مقاومة. يعني تبدأ معي ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي لما بدينا ندرسها اتفقنا إنه ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي طبعا هذه اكتشفها فاراداي. قلنا فاراداي عمل تجربة هاي مشهورة باسم تجربة فاراداي. فلما أقول لك تجربة فاراداي تتذكرها، هي عبارة عن حلقة سلك مستطيل ناقص ضلع، وكان فاراداي يسكر هذا الضلع بسلك حر الانزلاق. يعني كان مربع ناقص ضلع ونركب السلك الرابع بحيث يكون متحرك. بس احنا لما بدينا بالحث شو قلنا؟ الحث الكهرومغناطيسي، قلنا كلمة حث باللغة بالعربي تعني جعل أي جسم يتحرك من مكانه بفعل ايش؟ قوة. مين بتذكر؟ كنت أنا دائما أقول لك مين مسؤول عن تحريك الأجسام في الطبيعة؟ القوى. يعني أنت لما تجيب أجسام طالما زي هذول أجسام حرة، طبعا أنت عارف إنه لا يمكن هذه الأجسام أن تتحرك هيك من تلقاء نفسها، وإن كانت حرة بس ما تقدر تتحرك لحالها، بدها قوة تدفعها على الحركة، فالعملية هذه اسمها حث. شوف الحث الكهرومغناطيسي معناه الأول كلمة حث لحالها تعني الجسم الساكن يبقى ساكن ما لم تؤثر فيه ايش؟ قوة تحثه، أشياء تحثه تجبره، يعني تحثه على الحركة. فالمسؤول عن دفع الأجسام هي القوة. هلا الحث الكهرومغناطيسي هاي ظاهرة تعني جعل مش جسم أي جسم، لا طبعا جعل شحنات كهربائية تتحرك داخل موصل. مين بتذكر لما الشحنات تتحرك في الموصلات شو بنسميها؟ حركة شحنات في الموصل شو نسميها؟ تيار كهربائي، صح؟ رمزتين كهربائي تاء، صح؟ جعل شحنات كهربائية تتحرك داخل الموصل بفعل قوة مغناطيسية. مين بتذكر ايش هي القوة المغناطيسية؟ ثلاث شين عن غير ثيتا، صح؟ مش كنا نحكي في المغناطيسية إذا دخل جسيم مشحون متحرك مجال مغناطيسي فيتعرض لقوة مغناطيسية صارت مجالها مكسورة فتنشأ قوة مغناطيسية عمودية على اتجاه السرعة. هلا هاي القوة المغناطيسية اللي قانونها شين عن غير ثيتا، بتتذكر هاي القوة المغناطيسية بنستخدمها لتكون سبب نتيجته مرور تيار كهربائي. ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي هي جعل شحنات كهربائية تتحرك داخل موصل بفعل قوة مغناطيسية، عشان هيك اسم الظاهرة حث. كلمة كهرو هاي نتيجة الظاهرة، يعني الهدف من الظاهرة، فائدة الظاهرة مرور تيار، سبب الظاهرة قوة مغناطيسية. يعني هذا ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي هي ظاهرة يتم فيها مرور تيار كهربائي في موصل دون استخدام البطارية. فالقوة المغناطيسية طبعا دائما أينما وجد جسيم مشحون متحرك في مجال مغناطيسي يتعرض لقوة مغناطيسية. تمام. هلا ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي يعني هي تعريف الظاهرة بالكتاب. شو بكتبوا تعريف الظاهرة؟ هي ظاهرة مرور تيار كهربائي في دارة كهربائية دون استخدام البطارية. والمسؤول عن مرور التيار مين؟ دير بالك قوة مغناطيسية. هلا مين بتذكر أول حصة بالفصل الثاني بفصل التيار؟ مش كنا نقول أول من مر التيار في الموصلات أمبير. أمبير شو كان يعمل؟ أمبير كان يجيب موصل لمعرفة أن المادة الموصلة تحتوي عدد ضخم جدا جدا من الشحنات الحرة. يعني أمبير كان يتخيل الموصل في جواه ملايين الشحنات الحرة زي ما قلت لك هذول الحرة يعني مش مرتبطة برابطة. فكان أمبير يقول لك إذا بقدر أعمل قوة على هذول الشحنات الكهربائية ستتحرك. طبعا الشحنات الإلكترونات ثابتة بس احنا بنوصل موجب لأنه بنتعامل مع اصطلاحي. كان أمبير شيء يركب بطارية. مش كنا نقول البطارية بيصير مصدر قوة دافعة، كانت تتراكم شحنات موجبة عند الطرف ألف تتراكم شحنات سالبة عند الطرف باء، وبالتالي كان ينشأ ايش؟ فرق جهد عند الطرفين الموصل. كان ذلك فرق الجهد سببا في نشوء مجال كهربائي منتظم، وكان هذا المجال ينشأ عنه قوة
تؤثر في الشحنات الكهربائية. مين بيعرف هاي القوة شو نوعها؟ قوة كهربائية. فكانت القوة الكهربائية هي المسؤولة عن مين؟ عن حركة الشحنات. فكان يمر تيار كهربائي. مين بتذكر أمبير؟ أمبير كان يدفع الشحنات الكهربائية الحركة. مين اللي كان مسؤول عن تحريك الشحنات الكهربائية؟ اللي كان مسؤول عن تحريك الشحنات الكهربائية طبعا هي القوة الكهربائية. فكانت القوة الكهربائية سبب. مين يعرف نتيجة هذا السبب مين؟ تيار كهربائي. وهي الظاهرة بيسموها العلماء ظاهرة الحث الكهربائي والكهربائي. مين بيعرف ايش يعني حث كهربائي؟ نتيجة الظاهرة مرور تيار كهربائي، سبب الظاهرة قوة كهربائية. فبنقول الفرق بين امبير وفاراداي انه امبير استخدم القوة الكهربائية لتكون سببا في تحريك الشحنات فما التيار نتيجة ذلك. وفاراداي بيستخدم القوة المغناطيسية لتكون سببا في ذلك. فشو راح عمل فاراداي؟ جاب موصل مليان شحنات حرة طبعا. يعني فاراداي جاب موصل لمعرفة أن المادة الموصلة تحتوي كم من هاي من الشحنات الكهربائية الحرة. الشحنات الكهربائية الحرة طبعا ملايين الشحنات في المادة الموصلة، تمام؟ فسلط فاراداي مجال مغناطيسي. لما سلط على التجربة مجال مغناطيسي لم يحدث أي شيء يذكر. طبعا لا ما راح يصير شيء أكيد طبعا، لأن الشروط القوة اللي أنت بتبحث عنها لم تكتمل بعد. هاي قوة مغناطيسية تحتاج مجموعة من الشحنات الكهربائية. في شحنات كهربائية في الموصل مليان شحنات. وسلط مجال مغناطيسي ماشي، بس لم لسه شروط في سرعة. لازم فاراداي يحرك الشحنات باتجاه لا يوازي خطوط المجال. فكان عشان هيك فاراداي يربط السلك على الخيط مثلا ويشد السلك بسرعة عين. لما فاراداي كان يحرك السلك كانت الشحنات الكهربائية المحتوية في الموصل تتحرك تبع لذلك، صح؟ كنا نقول زي مثلا لما تجيب باص تراكب باص في الشارع. طبعا الباص بيكون انت بتركب 50 راكب في باص بيكونوا قاعدين على كراسي بس بيكون يمشي الباص طبعا. بس بالنسبه لك انت طبعا ركاب جوا الباص، انت بالنسبه لك لما يمر من قدامك الباص بتشوف ركاب الباص ماشيين بنفس وجه الباص طبعا. وين ما راح الباص هم جواه طبعا. يعني زي الشحنات هذول لما بحرك الموصل طبعا بالشكل هذا نقدر نحكي الشحنات الكهربائيه بدات تتحرك تبعا لحركه الموصل، صح؟ يعني انا بحرك موصل بس الشحنات اللي بتتحرك كلها بدها تتحرك. فشو كان يعمل فاراداي؟ طبق معي قاعده اليد اليمنى اللي تعلمناها بالحصه هاي. هون بس كنا هم نطبقها على شحنه واحده، صح؟ هلا نطبقها على ايش؟ على ملايين الشحنات. يلا تخيل اصابعك مع المجال المغناطيسي المؤثر بهرب اتجاه السرعه فتنشا قوه مغناطيسيه تدفع الشحنات على الحركه. فلما كانت القوه المغناطيسيه تضرب الشحنات والشحنات حره اصلا بدات الشحنات تتحرك باتجاه محدد فيقال ذلك مره تيار الكهربائيه. فلما التيار الكهربائي مر الضوء طبعا. بس بدي اسالك سؤال، فاراداي لما كان يزيد السرعه تزيد القوة المغناطيسية المؤثرة في الشحنات الكهربائية. فلما تزيد القوة المغناطيسية كان يزيد التيار. فاراداي لما ترك السلك توقف عن الحركة وقطع شرط مهم من شروط القوة اللي هي السرعة، صارت صفر. ارتفاع القوة المغناطيسية صفر فقطع التيار، تمام؟ طيب انت معي كمان مرة. فاراداي طبعا العلماء يسموا هذا التيار الذي تكون تيار حثي. ليش يسموه تيار حثي؟ لانه القوة المغناطيسية حثت الشحنات الكهربائية الحركة. طب سؤال، فاراداي كان يربط السلك بخيط ويحرك الموصل. طبعا كان حريص جدا فاراداي يحرك الموصل باتجاه صحيح. نتيجة ذلك خلى اصابع اليمنى مع المجال المغناطيسي بهرب مع سرعة الشحنات بتضرب الشحنات الموجبة قوة من اعلى لاسفل فتتراكم الشحنات الموجبة في الطرف السفلي مما يؤدي الى تراكم الشحنات السالبة في الطرف العلوي. طبعا مين بيعرف هذا المنظر شو بيسمى؟ فرق جهد حثي او قوة دافع حثي. وحينما وجد فرق جهد يتبع ذلك مرور تيار شو يسمى؟ تيار حثي. طبعا هذه اشارة فتحة، يعني حذف كهرومغناطيسي، يعني هذا حدث مؤقت. بقاء هذا التيار مرتبط ببقاء السرعة. طيب بدي اسالك سؤال، كان فاراداي لما بيجي يحسب يقول لك اذا بدنا نحسب هاي القوة الدافعة فرق الجهد هذا نحسبه من خلال قانون خاص قال فتحة دال، يعني فرق الجهد على طرفي السلك لا عن غين جهتين. بس بدي اسالك سؤال، اسمعي كويس، مين مسؤول عن دفع الشحنات الموجبة هذول لاسفل؟ القوة المغناطيسية. مين مسؤول عن الشحنات الموجبة؟ شو يطلع السالب لفوق؟ القوة المغناطيسية، تمام؟ يعني بدي اسالك من المسؤول عن تحريك الشحنات الكهربائية الموجبة لاسفل؟ هاي القوة. يعني هاي القوة هي سبب هذا المنظر. طب سؤال، هذا المنظر قدامك الموجب تحت والسالب فوق كان نتيجة لهذه القوة، لكنها هذه القوة أثرت على شين مفرد، شين واحد يعني شين ولا مجموعة من الشحنات؟
لكنها اثرت على مجموعه من الشحنات، فالعلماء بيقولوا القوى المغناطيسيه شيء عن رينجر ثيتا عندما اثرت على مجموعه من الشحنات. مين بيعرف شو يعني شحنات؟ مجموعه من الشحنات يعني موصل. فالقانون طلع لام عين رينجر ثيتا، يعني قانون لام عين رينجر ثيتا من وين جاء اصلا؟ من شين عين رينجر ثيتا. مين بيعرف هلا القوى المغناطيسيه شين عين رينجر ثيتا مش بس على شحنه، على مجموعه من الشحنات اللي هم مين هم مجموعه من الشحنات اللي هي موصل. ففاراداي طبعا صار القانون بالشكل التالي: اي موصل، فاراداي كتب اي موصل يتحرك في مجال مغناطيسي دائما ينشأ على طرفي فرق جهد حثي. بس بدي اسالك سؤال: ليش فاراداي ما رضيش يحرك السلك للداخل؟ تنساش المجال اكس، ليش ما رضيش يحرك السلك لا للداخل ولا للخارج؟ هلا لو فاراداي حرك السلك نحو الداخل شو بتطلع زي بين عين وعين؟ ولو للخارج شو بتطلع؟ من 80 بتطلع بخالف شرط القوه. ما رضيش يحرك الموصل باتجاه يوازي عين، يوازي غين. ليش؟ لانه اذا حرك السلك باتجاه يوازي غين، هاي القوه المغناطيسيه اللي بندور عليها اللي بدنا اياها تكون سبب امرار التيار لن تظهر، فلن ينشا سبب، فلن تكون نتيجه، فمش راح يمر التيار. طب فاراداي تذكر معي قلت لكم هاي المعلومه مهمه طبعا. مين بيعرف لي فاراداي ليش ما رضيش يحرك السلك بالاتجاهين المشار اليهما؟ مين لاحظ ما رضيش يحرك السلك نحو الاعلى ونحو الاسفل هيك؟ يقولوا ما رضيش فاراداي يحرك السلك باتجاه الاعلى والاسفل. خلي اصابعك مع المجال، ابهامك مع السرعه، وين القوه المغناطيسيه؟ بهذا الاتجاه. هل هذا تيار بس في قوه ولا ما في؟ في قوه ولا ما في؟ في. بس شو تعريف التيار؟ هو يصير من الشحنات المتحركه عبر مقطع الموصل. يعني اذا الشحنات مشيت في السلك زي ما المي تمشي بالماسوره، هذا مش تيار. هلا حركه السلك هاي شو بنسميها؟ توازي لام. جرب اصابعك مجال، ابهامك سرعه. هل القوه المغناطيسيه بالعرض، هل هذه القوه المغناطيسيه تراكب اتجاهها او هاي هل ستعمل على امرار تيار كهربائي في الموصل؟ هل ستولد فرق جهد على اطرافه؟ لا طبعا. فلذلك احنا الحصه لما درسنا فيها ظاهره الحركه قلت لك اي موصل يتحرك في مجال مغناطيسي بس في استثناء باتجاه لا يوازي غين ولا يوازي لام، يعني استثناءين. لما درسناه قلت لكم في استثناء قديم، هذا الاستثناء القديم تبع لا يوازي غين. طبعا ليش لا يوازي غين؟ عشان تضمن انها تنشا القوه المغناطيسيه. طبعا ليش لا يوازي لام؟ عشان اضمن القوه اللي عملتها تعمل لي فرق جهد هيك بدي اياك مش هيك. فكان لابد لفاراداي ان يولد ايش؟ ان يكتب اي موصل يتحرك في مجال مغناطيسي باتجاه لا يوازي غين ولا يوازي لام ينشا على طرفي فرق جهد. عشان هيك لما نيجي نقرا القانون انت معي كيف نقرا القانون؟ شو قلنا؟ بتقول اي موصل يتحرك في مجال مغناطيسي بس بشرط انتبه معي كويس انه عين لا توازي لام، لا توازي يعني لام اللي قبلها ولا اللي بعدها، يصبح بطاريه مؤقته. بقاء هذه البطاريه مرتبط باستمرار ايش؟ تحريك الموصل. يعني طول ما انت بتحرك الموصل وفي تيار. بعدين فاراداي يقول لك كتب تعميم. كنت اقول لك هذا حكي خاص، انا بقول لك بدك كيف خاص. عندنا كتب تعميم وبشكل عام كتب اينما وجد تغير في التدفق المغناطيسي ينشأ قوة دافعة. فكتب قانون القوة الدافعة حتى تساوي نون دلتا فاعل دلتا زين. مين بتذكر هذا قانون رقم 1 قانون رقم 2؟ غير نستخدم هذول اتفقنا حسب المعطيات فقط. يعني هذول القانونين بدك تدرسهم هيك. انت معي لما تدرس القانون تقول اي موصل، خليك معي، اي موصل يتحرك في مجال مغناطيسي باتجاه لا يوازي لام ولا غين يصبح بطارية مؤقتة. وأينما وجد ملف يتغير عليه التدفق المغناطيسي مع مرور الزمن تصبح بطارية مؤقتة. بقاء هذه البطارية المؤقتة مرتبط باستمرار السرعة أو استمرار التغير في التدفق. وكنا نقول طبعا ركز معي، كنت اقول لك ظاهرة الحركة مرتبطة باستمرار التغير. يعني لازم يكون حدث التغير في التدفق حدث مستمر مش هيك؟ يعني طالما لما نجيب حلقة ملف زي هذا ونجيب مغناطيس واحنا بنقرب في المغناطيس واحنا بنغير في التدفق بتلاقي الضوء ضارب، بضل ضارب طول ما انت بتقرب بايدك. طبعا وقف ايدك فجأة كل شيء بيطفي، طبعا كل شيء بروح. ارجع بعد المغناطيس بضل الضوء، بضل ضارب طول ما انت بتبعد ايدك، وقف ايدك بطفي الضوء. لان ظاهرة الحركة مرتبطة باستمرار التغير. يعني ما بدك تغير المجال، غير الزاوية، وانت قاعد بتغير في الزاوية اثناء الحدث ما هو شغال في تغير
الضوء بضل ضوء، وقف ايدك هيك بطفي الضوء، ارجع دور الحلقه برجع ضوء، وقف ايدك بطفي الضوء، او غير المساحه. تمام. بس لما درسنا هذا قلت لك في، لما اسالك سؤال انت حر طبعا ماشي، بس في شيء اسمه افضل التعميم. القوانين العام افضل طبعا. كيف؟ قلت لك لو سالوك سؤال مثلا، هذول اصلا اسئله سنوات سابقه. هلا في ناس لما يفكروا بالحث بيفكروا في السلك الاخضر هذا، طبعا شايف هذا السلك؟ يعني في ناس تفكيره محصور في السلك الاخضر، فهو مرتبط ذهنيا في القانون الاول. وفي ناس بيفكروا تفكير عام، بيفكروا في المساحه اللي اسمها الف باء جيم دال. هلا جماعه السلك الاخضر هذول بيمشوا بالسلك الاخضر، بيستنى فيك تحرك سلك باتجاه لا يوازي غين ولا يوازي لام، بقول لك في تيار. واللي بفكر في المساحه بفكر في ايش؟ بقول لك بستنى فيك تغير التدفق. مش في تدفق على حلقه؟ بستناك تغير هذا التدفق عشان يقول لك في قوه دافعه. شو التدفق؟ عدد الخطوط هذول. طب يلا سؤال رقم واحد، اذا السلك ساكن، السلك ساكن شو رايك؟ هل يوجد قوه دافعه تحتيه؟ لا طبعا. علل ذلك بتقول القوه الدافعه الحتيه صفر، لانه السرعه صفر، وبالتالي عين صفر، قوه دافعه صفر. طب ماشي، لو حركنا السلك نحو الخارج نحو الداخل، بقول لك القوه الدافعه الحتيه صفر لانه عين توازي غين. هذا شرط ان لا توازي غين. طب لو حركنا السلك لاعلى ولا اسفل، قوه دافعه صفر لانه عين توازي لام. هذول اللي بيفكروا بالقانون الخاص. هلا في ناس وهو الافضل خلص بقول لك مش كل سؤال بكتب له الجواب. إذا السلك ساكن القوة الدافعة الحتية صفر أكيد. بتقول له لأنه التدفق المغناطيسي على حلقة ثابت لم يتغير. طيب إذا السلك تحرك نحو الخارج نحو الداخل بتقول لي القوة الدافعة الحتية صفر، لأنه هذه الحركة لن تكون سببا في تغيير التدفق، فسيبقى التدفق ثابت فالتغيير صفر. وتحريك الموصل نحو الأعلى ونحو الأسفل لن يكون سببا في تغيير التدفق المغناطيسي. ولو أحرك السلك بهذا الشكل، جماعة السلك اللي بيفكروا بالقانون الخاص بيقول لك موصل يتحرك في مجال فراح تظهر قوة دافعة. ويفكروا في المساحه بيقول لك بدا التدفق ايش؟ يتغير. لما درست بالظاهره قلت لك هذه المعلومه مش مطلوبه منك، بس انا دائما بشرحها طبعا لانه انا بعرف انه اللي بيتقنها بيفهم الظاهره صح. قلت لك لو سميت المساحه، سميت الطول هذا، انتبه معي. لو سميت المسافه هاي فاء، هاي، وسميت طول السلك، خليك معي اللوح لام. قديش مساحه الحلقه؟ الطول في العرض. الطول في العرض. واجينا كتبنا قانون القوه الدافعه الحتيه العام ناقص دلتا فاي دلتا زين. ونون كم لفه في تجربه فرديه؟ لفه واحده ما هو سلك واحد. دلتا فاي دلتا زين هي مشتقه التدفق بالنسبه للزمن، صح؟ مش انتوا بالرياضيات بيقولوا دلتا صابع دلتا س، اذا كانت دلتا س تؤول لصفر فنهايه هذا المقدار هي دال الصابع دال س، هي مشتقه الاولى قاف فتحه س. قلت لكم قاف فتحه دال اصلا رمزها قاف فتحه دال لانها مشتقه الاولى. تمام. فاجا فردي طبعا بقول لك نون واحد دلتا دال فاي. يلا اشتق لي التدفق المغناطيسي. شو قانون التدفق؟ غين الف دلتا ثيتا، مش هيك كتبنا قانون التدفق؟ عوض المساحه لام فاء طول في العرض. لما يجي نشتق هذا المقدار، ذكرتكم في اشتقاق قانون مثلا 3000 صار تربيع اس 4، بقولوا الثلاث ثابت بتضل الف بتضل بنشتق المتغيرات. دال صار دال س. هلا هون انت بتجر في السلك المجال المغناطيسي شو بنحكي عنه؟ منتظم. بيطلع برا المشتقه. طول السلك وانت بتجر في السلك منطق بضل ثابت. لام بتضل، والمجال المغناطيسي غير بضل، وانت بتجر في السلك هذا المسافه هاي بتتغير، صح؟ فبنشتق المسافه بالنسبه للزمن، مشتق الجتا سالب جيم وسالب سالب. من بذكر شو مشتق المسافه بالنسبه للزمن؟ سرعه. فطلع القانون لام عين غين جيب ثيتا، صح؟ فالقوه الدافعه الحتيه اصلا هي مشتقه اولى، عشان هيك ركز معي. عشان هيك سر الحث انه اذا التدفق المغناطيسي هذا كان ثابت فان مشتقة الثابت شو بتطلع؟ صفر. يعني زي ما انت فاهم السرعة، مين بتدخل مشتق المسافة بالنسبة للزمن؟ السرعة. مشتقة السرعة بالنسبة للزمن ساعة. التدفق بالنسبة للزمن قوة دافعة حثية. هلا افهمني كويس. هلا لما يكون الجسم، افهم شو بحكي كويس، لما تكون مسافة بين شيئين ثابتة، يعني هاي المسافة بين المساحة هاي والقلم، في مسافة ولا فيش مسافة؟ بس مش تشتغل فينا كل ما تشوف مسافة تقول لي سرعة مين؟ في مسافة، طب مين دخل؟ شو دخل مسافة في السرعة يعني؟ المسافة هي ليست السرعة، مش مسافة، هي تغير المسافة. يعني لما تشوف مسافة بتتغير، بتزيد بتنقص، مش مهم، المهم ما تضلش ثابتة، بيكون في سرعة. يعني شو رأيك في القلم هذا؟ في سرعة، صح؟
طبعا المسافه بتتغير، طول ما في تغير لما تقدر تحكي في سرعه، بتقول طول ما في تغير في المسافه في سرعه. طب هلا ثبتت المسافه، ثبات المسافه سببه اصلا غياب السرعه. طبعا هاي اسمها سرعه. طب وهاي شو رايك فيها؟ سرعه. بهمك المسافه تزيد ولا تقل يعني؟ لا طبعا، اينما تغيرت المسافه تسمى سرعه. طب اذا المسافه ثابته شو بصير السرعه؟ صفر. تغير السرعه تسارع، السرعه ثابته التسارع صفر. تغير التدفق قوه دافعه، ثبات التدفق والتفاعل قوه دافعه صفر، صح؟ بعدين قلنا لما اجى لينز كتب قاعدته، طبعا فكر بالشكل التالي. لينز شو كان فكرته؟ طبعا فكره لينز كانت انه الطاقه محفوظه لا تفنى ولا تستحدث، لذلك حط اشاره السالب. قلت لك مبدئيا اشاره السالب هاي تعني ما يلي، انه الطاقه لا تفنى ولا تستحدث. فلينز كان رايه طبعا طلع معي كان يقول اذا بنجيب تجربه فاراداي، هي تجربه فاراداي، عد معي كم خط مجال مغناطيسي في الجهه 1 2 3 4 5 6 7 8. كم خط مجال عندي هون؟ 3 4 12 خطوط المجال المغناطيسي قديش هم؟ 12. اضرب السلك اللي عندي لهون الجهه هاي، راح تلاقي السلك ترك هذا المكان وانتقل الى المكان الجديد هون. هذا نتيجه ذلك فاراداي بقول لك موصل يتحرك بهذا الاتجاه، معناته رح يمر تيار لاسفل. هذا لينز كان يجي يفسر ليش تيار لاسفل، تنبه معي ليش؟ بقول لك لان انت لما نقلت السلك من هون لهون انت قاعد بتعمل على زياده التدفق على هذا الجانب 4. مضبوط ولا لا؟ السلك كان هون شلون كان؟ عملت هيك زدت التدفق هون 4، في المقابل نقصت التدفق 4. هلا لينز بقول لك الطاقه محفوظه، كيف يعني طاقه محفوظه؟ يعني بتيجي على النظام في طاقه معينه، اي استحداث للطاقه مرفوض واي فناء للطاقه مرفوض. المطلوب ان تكون الطاقه محفوظه، لا الزياده مرغوب فيها في النظام ولا النقص، لا بدنا زياده ولا بدنا نقصان. فباللينز بقول لك لذلك طلع معي لما انت حركت السلك هون زدت التدفق هون 4 نقصت هون 4، لذلك مر التيار لاسفل. بتعرف ليش مر التيار؟ ليولد مجال. وظيفه التيار ايش يعمل؟ يولد مجال. مين بتذكر انه مر التيار لاسفل كيف يطلع مجال على الجهه هاي؟ اكس. على الجهه الثانيه نقطه، فاجى التيار عمل مجال اكس 2 3 4. ايش اجى التيار عمل؟ اجى ذكرك انه الطاقه لا تفنى ولا تستحدث. في المكان اللي انت حاولت تفني فيه طاقه اجى التيار ايش عمل؟ رجع الطاقه الى ما كانت عليه. وفي المكان اللي انت حاولت تستحدث فيه طاقه منعك التيار من استحداث الطاقه، فالتيار وظيفته يمنعك من استحداث وانقاذ الطاقه، فبكل فعل رد فعل مساوي له عكس الاتجاه. يعني باختصار انت بتيجي بتخرب التدفق، التيار وراك شو بصير؟ بصلح. محل ما انت بتنقصه بيزيد، محل ما انت بتزيده بنقص. هي معناها اشاره السالب تبع تنزل. يعني كمان مره هاي حلقه رقم 2، عد معي كم خط مجال مغناطيسي عندهم 3 4 5 كويس، وهي 1 2 3 4 5. بدي احرك السلك المبين في الاتجاه المطلوب، تبع معي بدي احرك السلك هذا على الجهه الثانيه هيك ارميه هون. بقول لك فاراداي لما تحرك السلك بهذا الشكل تمام اصابك مجال سرعه تيار نحو الاعلى. هلا مين اللي كان يفسر هذا التيار؟ بقول لك لينز طبعا بقول لك يجب ان يمر تيار لاعلى. ليش؟ بقول لك انت لما حركت السلك من هذا المكان الى هذا المكان فانت قاعد بتحاول تستحدث طاقه مغناطيسيه في هذا الجانب، فيما انك قاعد تحاول تفني طاقه في جانب اخر، ولذلك مر تيار ليمنعك من ذلك. فمحل ما انت حاولت تفني الطاقه ان التيار رجع الطاقه. شوف التيار عمل اكسات هون وشطب الخمسه اللي انت عملتهم. يعني محل ما انت بتيجي بتنقص وبيجي بيش بيعمل بزيد بعوض النقص، كانه طبعا محل ما انت بتزيد تلغي الزياده طبعا، وذلك تبقى الطاقه محفوظه. هي معنى اشاره السالب تبع قاعده لينز طبعا تمام. بعدين كتبنا مخطط الظاهره كان ايش؟ تبع معي تغير التدفق المغناطيسي يولد قوه دافعه حثيه. تبع معي قلت لك اذا تغير التدفق المغناطيسي على ملف فان ذلك يولد قوه دافعه حثيه، ذلك يمرر تيارا حثيه. كم طريقه في دلتا فاي؟ اتفقنا على 3 طرق: تغير مجال، تغير مساحه، وتغير الزاويه، صح؟ هذه الطرق الاساسيه طبعا. تمام؟ ينشا قوه دافعه كم قانون اتفقنا لها 2 ناقص نون. اللي بتذكر شو بنستخدمه حسب ايش؟ المعطيات. واذا بدهم تيار بكونوا معطينا في المعطيات مقاومه، بتقسم القوه الدافعه مقاومه، يبقى نقط جي مع تاء. وكنت اظل اسالك ما هو شرط بقاء القوه الدافعه الحثيه والتيار الحثي؟ بيقول لي بقاء هذول المرتبط دائما ابدا باستمرار تغير التدفق المغناطيسي. وقلت لك لما تدخل على ظاهره الحث ندخل من هذا المدخل طبعا. يعني مثلا هذا سؤال انتبه معي كويس، بقول لك ملف دائري مساحته تساوي 200 سنتيمتر مربع.
سلط عليه مجال مغناطيسي عمودي على مستواه مقداره يساوي 10 تسلا. زيد المجال المغناطيسي ليصبح 15 تسلا خلال زمن 2 ثانية. تمام. الملف الدائري على لفاته 100 لفة. تمام. المطلوب انك تحسب القوة الدافعة الحركية. بقول الملف دائري على لفاته 100 لفة مساحة 200 سنتيمتر مربع. سلط عليه مجال مغناطيسي عمودي على مستواه، يعني زاوية خطوط المجال المغناطيسي والعمود المقاوم صفر. احنا بناخذ زاوية خط المجال العمود المقاوم. إذا ايش صار؟ زيد المجال المغناطيسي، مين بيعرف؟ ملف عدد لفاته 100. تمام. معناته حدد لي القانون ناقص نون دلتا فاي دلتا زين. عدد اللفات 100 والزمن قديش؟ 2 ثانية. شو سبب دلتا فاي؟ دلتا غين. دلتا غين شو صار في تغير المجال المغناطيسي؟ بقول لك إذا زيد المجال يعني قديش أصبح 15 بعد أن كان 10. مساحة الحلقة 200 سنتيمتر مربع والزاوية صفر، وعليه فالجواب 15 ناقص 10 5000. 1 بالعشرة وضع موجب، يعني زاد التدفق. حط 1 بالعشرة هون، اضرب بسط مقام في 10. صفر وصفر مع صفر بروح، والعشرة تختصر تطلع القوة الدافعة الحركية قديش؟ سالب 5 فولت. كنت أضل أسألك ليش القوة الدافعة الحركية تخالف إشارة دلتا فاي بسبب قاعدة لينز. تمام؟ احنا متى بنستخدم هذا؟ متى بنستخدم هذا؟ حسب المعطيات. وانت بماع اللوح مين بتذكر شيء؟ يعني انعكس المجال، انعكس التيار، انعكس التدفق. كل ما شيء بينعكس شو بنعمل؟ بنغير اشارته. طبعا لما يكون مجال 10 تسلا بينعكس شو بصير؟ ناقص 10. بس تبع معي اللوح، فكر من دوسيتك. شوف لي هذا السؤال. انت بماع اللوح الشكل مبين مقاومة 6 اوم ومقاومة اخرى 3 اوم، والسلك المبين في الشكل يراد تحريك هذا السلك في المجال المغناطيسي الموضح. ولك مجال موصل طوله 50 سنتيمتر. تمام. يتحرك في مجال مغناطيسي مقداره 6 تسلا بسرعة 4 متر لكل ثانية. تمام. المطلوب احسب القوة الدافعة الحركية المتولدة. 2 تيار المار في السلك. 3 مقاومة هذا السلك. طبعا انت بتكون عارف انه هذا موصل يتحرك في مجال مغناطيسي، اصابعك مجال ذهبت سرعة قوة دافعة، فبتراكم موجب في الطرف السفلي وسالب في الطرف العلوي. بدك تحسب له فرق الجهد لحد القوة الدافعة. طبعا هذا المعطيات تناسب قانون قاف فتحة دال ناقص لام عين غين جيب ثيتا. افهم شو بحكي؟ قديش طول السلك؟ نص متر 50 سم. سرعته 4، مجال 6 جيب 90. الزاوية بين السرعة والمجال نص ال4 2، وعليه فالقوة الدافعة الحركية ناقص 12 ضرب. كويس؟ طب بدي التيار مال في السلك، مش معطيني مقاومة السلك. دير بالك هذول مقاومتين شو توصيلهم؟ توازي. مش توصيلهم توازي هذول؟ قديش فرق الجهد على الاطراف هاي؟ 12. مش انت عملت فرق جهد؟ قديش فرق الجهد هذا؟ 12. فبتقولوا جيم بطارية جيم 12 فولت. فرق الجهد هو 12 فولت صح؟ قديش التيار بده يمر؟ طبعا اصابعك مجال هم التيار كان وين بده يمر من هون؟ قديش قيمته؟ جيم على مين؟ قديش التيار هون؟ جيم على مين؟ قديش فرق الجهد المسلط هون؟ 12 2 على 6 شو بيطلع؟ 2 امبير بمر بهذا الاتجاه. قديش التيار بده يمر هون؟ جيم على مين؟ مش التوازي بثبت جيم 4 امبير بيلتقوا مع بعض. شو بيمر في السلك هذا التيار قديش؟ 6 امبير. اذا التيار مر في السلك قديش؟ 6 امبير. اذا عرفت التيار مر في السلك بتقول معناته التيار الكهربائي القوة الدافعة المقاومة قديش التيار مر في السلك؟ 6، القوة الدافعة 12 والمقاومة 2 اوم. بلاش هذا السؤال تبغى دير بالك منه. وضعه مش مطمئن. بداش معك والله بداش معه فيها. طبعا فيش طالب بيعرف يحل، لا فيش طالب بيعرف يحل في المملكة هذا. مع انه مسخرة يعني. اقول لك ليش؟ اخلص لي من القصة هاي. انت المفروض في الحف اسمعني. انت معي فكرة الدورية تبعك. هذا المنظر شوف كيف. هذا المنظر بالنسبة لك في الفصل الثاني سؤال مسخرة. هذا بالنسبة لك سؤال مسخرة يعني مش مستواك اصلا.
اذا بخيلوا البطاريه هاي البطاريه طبيعي بحطوا سلك موصل، ما هو بطاريه طبعا، وانت المفروض تتعامل مع السلك، ما هو بقول لك يصبح بطاريه، يعني هاي كانه بطاريه هاي صح؟ يعني لما اقول لك في الشكل سلك يسري فيه تيار كهربائي، ركز كويس. هلا انت شو عملت؟ اول شيء طلعت فرق الجهد الحدي صح؟ على حسب فهمك طريقتك في الفهم هون اللي بيلعب دور، مين بيعرف هلا السلك هذا شو يعني لما يكون موجب سالب؟ يعني بطاريه. قديش فرق الجهد طلع اطراف السلك؟ 12. طب مش هدول، مش هاي فرق الجهد على هاي 12، مش فرق الجهد ثابت؟ فجيم 12 معناته جيم 12 بتثبت جيم توازي لانهم طلع التيار هون 2 امبير 4 امبير تجمعهم بتصير 6 امبير. اذا عرفت التيار وعرفت فرق الجهد تقدر تطلع مقاومه السلك صح؟ وانت معي كويس. هذا السؤال مهم، وفي كمان شغله ثانيه مهمه جدا، الرسم البيانيه. خليك معي بس، انت معي بس، خليك معي مش معي. في بالك الرسم البياني، مين بتذكر التدفق المغناطيسي على محور الصلاه وزمن على محور السينات؟ لما اقول لك انت معي كويس 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 لعند 5 اللي بيحكي قاعد يا معلم فكرة منها بلا وانت قاعد اللوح. مين بيعرف لي هذا الرسم البياني؟ لما اقول لك في الشكل مبين ادرس الرسم البياني، والمطلوب مثل ما شو بنعمل مكتوب هنا ويبر الزمن بالثواني زائد التدفق المغناطيسي بعدين ثبت التدفق المغناطيسي بعدين نقص التدفق المغناطيسي هون كم مرحلة في عندي؟ 3 ألف باء جيم دال. كويس؟ هلا بدك تحسب القوة الدافعة الحقيقية وترسم لي علاقة بيني بين القوة الدافعة الحقيقية والزمن. بكون السؤال طبعا مكتوب لك ملف عدد لفاته 200 لفة. احسب القوة الدافعة، تيجي على المرحلة الأولى ألف باء. التدفق في بداية المرحلة 0، التدفق في نهاية المرحلة 60 وربط. زمن البداية 0، زمن النهاية 2 ثانية. القوة الدافعة حتى ناقص نون تفاعل التزين، ليش القوة الدافعة حتى بدها تطلع كم لفة عندك؟ 200 60 ناقص 0 على 2 مضبوط. 2 ناقص 0 ناقص 100 ناقص 6000 فولت. مين بيعرف قديش تقول هاي؟ ناقص 6000 فولت بيستمر بقائها من 0. هاي سالب 6000. بعدين القوة الدافعة حتى تنقطع خلال الثانية رقم ايش؟ من 2 ل 3 لأنه ثبت التدفق صح؟ لو بدك تقول التدفق 60 ناقص 60 بيطلع 0. طب المرحلة الأخيرة التدفق 0 60 بدأ ب3 وانتهى على 6. بيقولوا نون للتفاعل التزين ناقص 200 لفة. للتفاعل قديش؟ 0 ناقص 60 كم ثانية؟ 3 ثواني ناقص 20 4000. بتظل هاي 4000 ثابتة حتى ايش؟ ثاني 6. تمام؟ طبعا هم انتوا ايش راح يعملوا؟ راح يعطوك هاي ويطلب منك هاي. عادي اللي بيعرف يحلها بيحل اي سؤال طبعا، يعني اللي بيحل السؤال اللي حليناه بيعرف يرجع. انت شو راح تعمل هلا؟ بقول لك ملف عدد لفاته 200 لفه، ارسم علاقه بين التدفق المغناطيسي والزمن في هذا الملف. فانت بتقلب طبعا بتصير العكس، هي مرسومه في السؤال. القوه الدافعه الحقيقيه ناقص نون للتفاعل التزين مش هيك المفروض؟ فتح هذا معك سالب 6000 معطيك 200. الزمن موجود 2 ثانية. شو بتطلع من هون؟ دلتا فاي صفرين بتروح مع صفرين 2 مع 2 السالب مع السالب شو بيطلع دلتا فاي؟ 60 مبارك. طب دلتا فاي ما هي فاي 2 ناقص فاي 1 مضبوط؟ التدفق في البداية 0. التدفق في البداية من 0 ل 0 في النهاية شو بيطلع؟ 60. فبتزيد هاي من 0 للثاني هون لهون.
60 بدك تعمل دلتا فاي 60. المرحلة الثانية هو الدافع شو طلعت؟ صفر. عدد اللفات 200. الزمن 1. مظبوط؟ معناته دلتا فاي صفر. طب إذا دلتا فاي تساوي صفر معناته قديش التدفق؟ 60 ضل 60. المرحلة الثالثة القوة الدافعة الحثية 400 صح 4000 ناقص نون دلتا فاي الزمن قديش؟ 3 ثواني. مظبوط؟ شو بصير عندك طبعا؟ اضرب تبادلي 12000 ناقص 200 دلتا فاي صفرين بروح مع صفرين بتطلع دلتا فاي شو بتطلع؟ سالب 60 مضر. طب دلتا فاي ما هي فاي 2 ناقص فاي 1. مظبوط؟ قديش التدفق في البداية؟ 60. وقلنا هون شو بده يصير؟ صفر. بدك تصفر التدفق في نهاية الثانية السادسة طبعا بدك تبدا من 60 تصفر التدفق المغناطيسي. فمين بلاحظ معي هلا الرسم بين عندك ثلاث اكل مقطع ثلاث. ومرة قلت لكم الميل هو اللي يتحكم في القوة الدافعة الحثية صح؟ مين بلاحظ هذا الميل أكبر. طبعا عشان القوة الدافعة مقدارها طلع أكبر. يعني لما أسألك سؤال في الشكل التالي بده واحد يحدد لي قيمة القوة الدافعة. مظبوط؟ قلت لك مرة هاي الرسمات اللي زي هيك دير بالك من على السلك الميل هو القوة الدافعة بدك ترفع الاتزان. الضوء هون ضوء. شو بصير في القوة الدافعة هون؟ تزداد تقل. هذا الضوء بيطفي، فيش تغير في التدفق، وين ما في ميل في قوة دافعة حثية طبعا، فالميل هو الذي يمثل القوة الدافعة الحثية، تمام؟ بعدين لما درسنا لينز قاعدة لينز لما درسناها قلت لك قاعدة لينز فيها احتمالين. انتبه على اللوحة. قلت لك في قاعدة لينز فيها احتمالين، يا بيجيك سؤال على التدفق يا بيكون السؤال أقطاب. إذا السؤال أقطاب تقريب القطب ولا يولد قطب مشابه وابعاد القطب يولد القطب المخالف. اذا اقطاب الحالة اقطاب اذا تدفق بيقولوا اذا زاد التدفق دلتا فاي موجب يلزم قوة دافعة حثية تيار حثي يولد مجال مغناطيسي يقاوم المجال المغناطيسي المؤثر. لازم يكون ايش؟ عكس المجال المؤثر. واذا نقص التدفق دلتا فاي سالب يلزمنا قوة دافعة حثية وتيار حثي والمجال المغناطيسي يقاوم المجال المغناطيسي المؤثر مع المؤثر. طردي بنسميه. قلت لكم مشكلة الطلاب في قاعدة لينز. دير بالك مشكلة الطلاب في قاعدة لينز المجال المؤثر كيف؟ احنا بنقول إذا زاد التدفق دلتا فاي بعيد موجبة يلزم قوة دافعة تيار يولد مجال مغناطيسي يقاوم المجال المؤثر. لازم يكون عكس المجال المغناطيسي المؤثر نسميه مجال مغناطيسي عكسي يقاوم التغير في التدفق المغناطيسي. اما اذا نقص التدفق فان دلتا فاي سالب يلزمنا قوة دافعة حثية وتيار حثي يولد مجال مغناطيسي يقاوم المجال المغناطيسي المؤثر. لازم يكون مع المجال المغناطيسي المؤثر نسميه ايش؟ طردي. يعني في قاعدة لينز قلت لك مرة انت مع اللوحة قلت لك لما تيجي بدك تحل سؤال قلت لك مشكلة الطلاب في قاعدة لينز انه مش مشكلة التدفق ونقص التدفق، لا طبعا مشكلتهم انه بيكونوا مش مركزين في المجال المؤثر. اصلا اذا انت مركز معي بتلاحظ انه محور مرجعك في قاعدة لينز للعلم هو المجال المؤثر. مين هو المجال المؤثر؟ اللي بيجي مع الملف اللي بيجي مع السؤال. يعني اتطلع معي مين بيعرف لي هذا مجال مغناطيسي. بدي احرك المغناطيس المبين بالشكل المبين كويس، وبدي تجاوبني عن حد اتجاه مرور كان في كل مره من المرات. ابدا بالرسمه الاولى. شو رايك في التدفق شو رايك شو بده يصير هون؟ اتفقنا قبل ما تقول زاد وقبل ما تكتب شيء مرجع لينز المجال المؤثر. وين المجال المؤثر الملف؟ هذا خطوط شمال خطوط المجال تخرج ولا تدخل في الشمال؟ تخرج. لعلمك هاي نقطة الضعف عند الطلاب. شايف هذا المجال المؤثر هذا ما بيهتموا فيه الطلاب عشان هيك بيفهموش لينز. ولو يهتم في المجال المؤثر يعرف وين هو وين اتجاهه سيني موجب حسب خصائص خطوط المجال تخرج من شمالي. هذا بتقول ابعاد تحريك المغناطيس نحو المركز. شو بصير في التدفق؟ زاد التدفق. واذا زاد التدفق بدك مجال شو نوعه؟ عكس مين؟
عكس مين؟ وين غير المؤثر؟ هاي غير المؤثر، معناته بدك عكسه هيك. هلا طلاب في الاردن 99.9% من طلاب المملكه طبعا هذا الحكي بيكون يقول لك زاد التدفق للضفائر موجب قوه دافعه حقيقيه عكس مين؟ المؤثر. طبعا هو بيعرفش وين المؤثر، عرفت ليش؟ دائما بتسحنج اوكي بتلاقيه فجاه انعجق وبطل يجمل. طبعا الحكي اللي سمعته كله بيعرفوه طبعا من اول مثال الطلاب بيعرفوه. بعبي لك السطر هذا اللي فوق، بس هو شو مشكلته بتكون؟ بيبدا يحل وما بيعرفش وين مجال المؤثر. يعني بيبدا في الحل ماشي وبوصل مرحله بقول لك عكس المؤثر. وبيدخل طبعا وين المؤثر؟ من الاصل اذا ما حددت المؤثر خلص ضاع عليك، المجال المؤثر على الملف فين؟ تحريك المغناطيس يحتاج مجال مغناطيسي عكس المؤثر، هي عكس المؤثر اثنتين لاعلى. طب هذا وين مجال مؤثر؟ قطب شمالي تخرج منه خطوط المجال، هي مجال مؤثر. ابعاد المغناطيس شو بصير؟ ناقص في التدفق، قلنا مجال مع المؤثر. تمام، هي مجال تيار كهربائي وقوه دافعه. طب هذا القطب جنوبي، خطوط المجال بتيجي على الجنوب. تحريك المغناطيس شو بصير في التدفق؟ يزيد. اذا زاد التدفق المغناطيسي بدنا مجال ايش؟ عكس المؤثر هيك. قال وين القطب؟ مش قطب جنوبي، خطوط المجال بتيجي على الجنوب، هي اتجاه المجال المؤثر. ابعاد المغناطيس بصير نقص التدفق، بدنا مجال مع اتجاه المجال المؤثر. وبعدين قلت لك انا من اول ما تيجي تشوف سؤال لينز اذا في اقطاب حل على الاقطاب وريح راسك. كيف؟ لما كنا نقول تقريب قطب يولد قطبا وابعاد قطب يولد قطبا مخالف، فلما تشوف سؤال طلع كنا نفكر في اي سؤال لينز على السريع بتفكر شوف لي هذا الرسم. انت معي في معلومه هون بدك تنتبه لها كويس، بقول لك في الشكل مبين ملف لولبي انت معي يسري فيه تيار والضوء ضاوي اصلا. والمطلوب حدد ماذا يحدث في اضاءة المصباح اذا حرك المغناطيس المبين. فكرة من قصصك طبعا تطلع على السؤال، هذا السؤال فيه اقطاب مغناطيسيه واضحه ولا ما فيه؟ فيه. ما بتقدرش تتفلسف، بتحلوا على الاقطاب وخلص. مش فيه اقطاب. هذا تقريب ولا ابعاد؟ تقريب قطب مغناطيسي يكون قطبا مشابها له. يعني هون بصير شمالي حثي جنوبي حثي، بعدين بتحط ايدك على جسم الملف. ابهامك لازم يكون على جهه الشمالي. تمام؟ هاي المجال وهي التيار. يعني بس تحط ايدك على الملف ابهامك يشيل الشمال بيطلع المجال والتيار، فاحنا بحاجه التيار من اعلى الى اسفل. شو بصير في اضاءه المصباح؟ تقل. هذا ليش بيحكوا لك خلي ابهامك من جهه الشمالي؟ لأن خطوط المجال تخرج من الشمال الجنوبي خارج المغناطيس تكمل دورتها من الجنوب الشمالي، في بديش اقول لك ارسم مجال ودور على المجال، لا بس حط ايدك على الملف ابهامك شمالي، هاي المجال المطلوب وهي التيار، شو بصير في اضاءة المصباح؟ تقل. بس دير بالك اذا قالوا لك اذا توقف تحريك المغناطيس فجأة. طيب اسمعني شو الجواب، بلا يزداد بلا شو اسمه، بتقول له ينقطع، اسمعني شوف العلامات وين؟ ينقطع مرور التيار الحثي، هاي واحد. وتعود إضاءة المصباح إلى ما كانت عليه قبل التقريب. تمام؟ طبعا معظم الطلاب دير بالك هون بصير في غلطة. في طلاب بتقول له لو قربنا المغناطيس شو بصير في إضاءة؟ بتقل صح؟ قول له لو توقف تحريك المغناطيس بقول لك يبقى كما هو، طبعا هو قصده بشو يكون؟ يعني انه بيرجع زي ما كان اول. يعني سيعود كما كان، يعني بتلاقيه بيقول لك يبقى كما هو، عاد بيطلع جوابه غلط لانه هو قلت الإضاءة لا يبقى كما هو. وفي طلاب بيقول لك تزيد الإضاءة، هذا بيخسر علامة او علامتين. اي سؤال على لينز يعني طلع معي لو بعدنا المغناطيس ابعاد قطب شو بيولد؟ مش معاكس اسمه مخالف. جنوبي حثي شمالي حثي، ايدك على جسم الملف ابهامك شماليه مر تيار مع تيار الضغط شو بصير في اضاءه؟ لما اقول لك توقف التحريك المغناطيسي سينقطع مرور التيار الحثي وتعود الاضاءه الى ما كانت عليه قبل التقريب. واللي بضل يغلطوا في الملف الدائري هذا اللي جزء منه ظاهر جزء مخفي، قلت لكم السر هذا الملف انك تتعامل مع اطراف الجزء الظاهر. هذا الجزء الظاهر من الملف، هاي طرفي الجزء الظاهر هو شكله زي هيك. في جزء منه ظاهر وجزء منه واري ورا الصفحه، انت بتتعامل مع اطراف الجزء الظاهر، فلما اقول لك يراد تحريك المغناطيس المبين في الشكل باتجاه المشار اليه تقريب ولا ابعاد؟ تقريب قطب يولد قطبا مشابها له، شمالي حتى هون جنوبي حتى هون، اذا كان الملف شمالي فيمر تيار من اسفل الى اعلى. طيب سؤال، لما يمرروا تيار ويقطعوا تيار ما هي نفس الفكره. يعني مثلا طلع معي هذا السؤال بس اخلصه بعكس وبعدين بنعيده من اول، بقول لك في الشكل مبين ملف دائري لولبي عفوا جواره ملفين واحد اثنين، حدد اتجاه المرور في كل الملفين. يعني مين بيعرف اذا اغلقنا المفتاح شو بصير؟ مر تيار
هلا لما مر تيار، تخيل معي افهامك شو تخصصه دائما شمالي، مر تيار شو ضرب هون؟ شمالي ضرب هون جنوبي. مرور التيار ضرب شمالي هون، شمالي هون وجنوبي هناك. فانت لما ضربت هذا بشمالي كانك قربت له شمالي، يصير شمالي حتى جنوبي حتى ايدك على الملف، ابهامك شمالي ممتد من اعلى. بينما لما مر تيار ضربت على هذا شمالي، هذا ضربت عليه جنوبي، كانك قربت له جنوبي، يصير جنوبي حتى شمالي حتى، فيمر التيار من اعلى الى اسفل. تمام الموضوع. بس قبل ما اعيد السؤال بدي اعكس السؤال. لو في اصلا تيار في الملف، اصلا في تيار في الملف ويراد فتح المفتاح، يقولوا قطاع التيار راح الشمالي راح الجنوبي، جنوبي حتى شمالي حتى، تيار لاعلى، ابعاد الجنوبي شو بيعمل هون؟ ابعاد قطب المخالف، شمالي هون جنوبي هون، تيار من اسفل لاعلى. تمام؟ كمان مره بس انت معي كويس. بقول لك في الشكل مبين حلقه دائريه، يراد امرار تيار في الحلقه الوسطى. مين بيعرف شو بصير؟ بقول له مرور تيار هيك يولد هون ايش؟ شمالي. يعني اذا ضربت على هذا شمالي شو صار هون؟ شمالي حتى جنوبي حتى تيار من اعلى، ضربت على جنوبي جنوبي حتى شمالي حتى تيار من اعلى الى اسفل. دائما مرور التيار يولد مجال، واختفاء التيار شو بيعمل؟ غياب المجال. يعني مثلا لو عكست السؤال وقلت لك في الشكل نفسه اذا قطع التيار بالابعاد الشمالي جنوبي شمالي تيار لاعلى، ابعاد الجنوبي شمالي جنوبي تيار من اسفل لاعلى. تمام؟ طيب انتبه معي على اللوح وركز مضبوط. شوف لي هذا السؤال، ما تقعدش تفكر وتحلل وتجيب شمال ويمين، تفكير مباشر. هل في هذا السؤال مجال مغناطيسي اكس؟ هل يوجد في هذا السؤال قطبين شمالي وجنوبي واضحين قدامك؟ لا. تحاولش تحلوا اخطاء، ما بنحل الاخطاء، هذا بدك تضطر ترجع للتدفق. يلا شو رايك في الحلقه؟ كانت برا المجال دخلت على المجال، شو صار في التدفق؟ زاد التدفق، رجع عندنا شو بدنا مجال ايش نوعه؟ عكس المؤثر. كيف شكل المؤثر؟ اكس، عكس نقطة، بدنا تيار هيك. بدنا مجال عكس المؤثر، بدنا تيار هيك. والحلقة جوا المجال في شيء بيتغير ثابت. طلعت الحلقة نقص التدفق، ولا المجال معه ولا عكس؟ مع المؤثر يمشي تيار هيك. طيب سؤال، سلك مستقيم بس فيه تيار صادي موجب 5 امبير، ماذا يحدث؟ إذا زيد تيار السلك المستقيم، السلك شو عمل على الحلقة؟ اكس، زاد التيار زاد التدفق، بدك مجال عكس المؤثر. نقص التيار ينقص التدفق، بدنا مجال مع المؤثر، صح؟ هاي قاعدة لينز طبعا. بس انت معي هلا الجزء الثاني بالفصل شو كان؟ ظاهرة الحث الذاتي ودائرة الحث المقاومة. هاي الظاهرة كلها بتقدر انت تجمعها في معلومة بسيطة جدا، بس ركز معي. قلت لك هاي ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي، لما جينا درسنا ظاهرة الحث الذاتي وحث المقاومة شو قلنا؟ بدنا نضيف كم سبب كان لنا دلتا فاي؟ 3. ضفنا واحدة دلتا تاء. كيف يعني دلتا تاء؟ يعني غلق مفتاح، يمر تيار، فتح مفتاح، انقطع التيار، يولد قوة دافعة. ضفنا قانون ثالث هون. كم قانون صار هنا القوة الدافعة؟ 3. خلصوا القوانين تبع القوة الدافعة، صح؟ وقلت لنا واتفقنا على انه في جهاز اسمه المحث. اللي بتذكر المحث هو جهاز يحول دون مرور تيار وانقطاع التيار. تذكر معي قلت لك المحث انه هو الملف اللولبي. واتفقنا انه المحث هو جهاز زي المؤسس زي المقاومه، بس سلوكه هذا انه شو بيعمل اذا بيدخل على الدائره؟ بخلي التيار ينمو تدريجيا ويتلاشى تدريجيا. قلت لك المحث هذا في الدائره شو بيعمل؟ بخلي التيار يبطل يضرب فجاه هيك، يصير التيار ينمو بشكل تدريجي، ولما تيجي تطفي الضوء تطفي الضوء بشكل تدريجي. طبعا السبب في ذلك ظاهره الحث الذاتي، اللي هي طبعا نقدر احنا نحكي عنها بشكل سريع هون. ركز معي، لما نجيب ملف لولبي محث يعني بدنا نسكر المفتاح، بدنا لحظة غلق المفتاح شو بيكون التيار؟ 0. بس تارك مفتاح دارة ملف لولبي، ستجد التيار بدأ ينمو. التيار ايش بيعمل؟ ينمو تدريجيا حتى يصبح قيمة عظمى. بعدين بيثبت التيار على قيمته العظمى طول فترة التجربة إلى أن يتم فتح مفتاح الدارة. فإذا فتح مفتاح الدارة فإن التيار يتلاشى تدريجيا حتى يصبح 0. هذا بعد ما تفتح مفتاح الدارة بيبدأ تلاشى التيار تدريجيا حتى يصبح 0. اتفقنا على انه ظاهرة الحث الذاتي محصورة في مرحلتين، التيار ينمو والتيار يتلاشى. وكنا نقول التيار الكهربائي يبدأ بالنمو تدريجيا حتى يصبح 0. عفوا يبدأ بالنمو تدريجيا حتى يصبح قيمة عظمى. وإذا فتح المفتاح يتلاشى تدريجيا حتى يصبح 0. مين بتذكر هذا الزمن اللي بنستناه من هون لهون اسمه زمن النمو. قلت لك هذا لا يتجاوز 10 ثانية، وهذا الزمن اسمه زمن التلاشي.
يفترض انك بتعرف انه لك بتغلق المفتاح التيار شو بيكون؟ صفر، فتجد التيار ابعد ما يمكن عن قيمته العظمى. من لحظة بدء النمو، هذا بوريك اياها القوة الدافعة اللي بحكي عنها، من لحظة بدء المرور نشأت قوة دافعة حثية عكسية في الملف اللولبي بقائها مرتبط بعملية النمو وتنقطع عند الثبات. يعني طول الفترة هاي الزمنية، فبنحكي أثناء ذلك كان التيار ينمو يمر، نشأت قوة دافعة شنوها عكسية تبقى أثناء مرتبط بقائها بزمن النمو هذا. يعني تبدأ مع بدء النمو وتنقطع مع الثبات. ثم إذا فتح مفتاح الدارة ستجد التيار بدأ يتلاشى يتناقص. من لحظة بدء التلاشي ستجد أن هناك قوة دافعة من نوع آخر اسمها ايش؟ الطردية، بقائها مرتبط بزمن التلاشي. فبنحكي كان التيار يتلاشى يتناقص، نشأت قوة دافعة حتى شنوها؟ طردية، بقائها مرتبط بزمن التلاشي. انتم معي كويس؟ مين بلاحظ القوة الدافعة حتى كم واحدة هم؟ فيش غيرهم، ثنتين. العكسية والطردية. نلاحظ هذول لا تنشأ إلا أثناء الايش؟ تغير التيار، سواء نمو او تلاشي، المهم تغير التيار. عشان هيك كنا نحكي الحصه الماضيه لما درسنا الحث الذاتي طلع معي، قلت لك اينما وجد محث، اينما وجدنا محث يتغير فيه التيار مع مرور الزمن. شو يعني يتغير فيه التيار؟ يعني ينمو او يتلاشى فيه التيار، تنشا فيه قوه دافعه اما عكسيه أو طردية. أما إذا ثبت التيار فتنقطع القوة الدافعة، وتنقطع هذه القوة الدافعة مرتين، بعد النمو على العظمى وبعد التلاشي على صفر. تذكر معي شو سبب الظاهرة؟ كنا نقول طلع معي السبب الظاهرة اللي هو أنت بتيجي بتسكر مفتاح، أنت معي بتسكر مفتاح الدارة، بيجي بمر تيار في اللفة الأولى. هلا أول ما يمر التيار في اللفة الأولى برش مجال مغناطيسي هيك على كل لفات الملف هيك. مرور تيار بولد مجال، ما المرة الثالثة في اللفة الأولى رش مجال مغناطيسي على كل لفات الملف اللولبي، فعندها يقال زاد التدفق. بسبب مرور التيار زاد التدفق، واحنا اتفقنا بننزل اذا زاد التدفق بدنا مجال عكس المؤثر. شوف المؤثر، بدنا مجال عكس المؤثر، مما ادى الى نشوء قوة دافعة حثية عكسية في جميع لفات الملف اللولبي. شايف بدأت بالظهور من لحظة ما مرت، من أول ما التيار يمر برش مجال تنشأ قوة دافعة العكسية. شايف تبدأ بالظهور. هلا بصير كل ما التيار يمر في لفة برش مجال على ما بعدها فيحافظ على بقائها. لأنه شو شرط الظاهرة؟ استمرار التغير. هي التغير، وكلما مر التيار في لفة ذلك سببا في استمرار التغير فيستمر بقائه، وهكذا حتى يصل التيار آخر لفة. لما التيار يمر في آخر لفة بطل في لفات يرش عليهم مجال، فبطل في لم تعد راحت القوة، فيش لفة سادسة يعني. فالتيار بيطلع مباشرة من هون، فبنحكي الظاهرة وصلت إلى قيمة عظمى. ويحدث العكس لما نيجي نفتح مفتاح الدارة. هلا انت بتيجي بتفتح المفتاح شو بصير؟ ببدا التيار يتلاشى يتناقص. طب والتيار متلاشى يتناقص شو بصير؟ بروح المجال. يعني التيار ما ينقطع، مش كان لما يمر التيار مش مجال، هلا المجال موجود، فتحنا المفتاح انقطعت، نقص التدفق حسب لينز نقص التدفق من المجال مع المؤثر، فبدأ بظهور القوة الدافعة الطردية. وكلما انقطعت الملفة يسبب ظهور قوة دافعة طردية فيما بعدها، وهكذا حتى ينقطع التيار من كل لفات الملف بكل تيار وصل إلى قيمة صفر. فأثناء التلاشي تظهر القوة الدافعة لإيش؟ الطردية التي تظهر أثناء التلاشي، والعكسية أثناء النمو. وقلنا عندما يغلق مفتاح الدارة اتفقنا على أن التيار الكهربائي سيبدأ بالنمو تدريجيا حتى يصل قيمة عظمى، وإذا فتح مفتاح الدارة يتلاشى التيار تدريجيا فتظهر القوة الدافعة العكسية. مين بلاحظ هذا الزمن اسمه زمن النمو، وهذا اسمه زمن التلاشي. مين بلاحظ الفترات الزمنية التي تنشأ فيها القوة الدافعة الحثية وين؟ أثناء النمو تنشأ العكسية تنقطع، أثناء التلاشي تنشأ الطردية تنقطع. وانتبه معي كويس. واتفقنا على انه المواسع والمقاومة والمحث، تتذكر معي شو كنا نقول عن هذول؟ قلنا هذول الكلمات طبعا المصطلحات، هذول المواسع المقاومة محث. لما نركب فولتميتر هون شو بيقرأ؟ جيم. والفولتميتر شو بيقرأ؟ جيم. الفولتميتر شو بيقرأ؟ جيم. شو اسم القطعة هاي؟ حاء ميم سين. الفولتميتر اللي بيركب على المواسع شو بيقرأ؟ شين على سين. مين المسؤول عن تشغيل سين؟ شين. يعني قصدي إذا في هون شين الفولتميتر هذا يقرأ. هاي القراءة مرتبطة بهذه الشحنة. كيف يعني؟ إذا زيدت شين تجد القراءة تزداد، انقصت شين تقل.
غياب شين تنقطع القراءة فيصبح مواسع غير فعال مش شغال يعني. القطعة الثانية اسمها ميم اللي بشغل ميم تاء. فلذلك تجد الفولتميتر هذا إذا مر تيار يقرأ، بقاء القراءة مرتبط بالتيار، زيد القراءة بدك تزيد التيار، نقصت القراءة تنقص التيار، قطع التيار نحكي بصبح المقاومة غير فعالة مش شغالة. أما المحث ترى معي شو اسم القطعة؟ حاء اللي بشغل القطعة دلتا تاء دلتا زين هي نفسها حاجة دلتا دلتا زين بس بدون إشارة سالب. معناته مين اللي بشغل المحثات؟ دلتا تاء دلتا زين مش التيار. يعني هذا المحث إذا في دلتا تاء، شو يعني دلتا تاء؟ يعني إذا في تيار ينمو يقرأ، يتلاشى يقرأ، غير هيك لا يقرأ. فالفولتميتر تبع المحث شو بيقرأ أصلا؟ القوتين الدافعتين حقتين عكسيات طردية بس طبعا، فلذلك قراءته سريعة جدا، هو يقرأ فقط أثناء النمو والتلاشي. أصلا شو بيقرأ الفولتميتر تبع المحث؟ لما تسكر مفتاح الدارة، مش أنت بتقول عندما أغلق مفتاح الدارة طلع معي إذا التيار مر في اللفة الأولى رش مجال مغناطيسي نشأت عكسية في اللفات. هلا الفولتميتر هذا للعلم بيكون يقرأ في هاي طبعا، فطول ما في زي هاي هو بيقرأ، فبتلاقي التيار ينمو بتخف قراءته، بيجي التيار هون تقل قراءته تنقطع القراءة. قديش تقعد القراءة؟ 10 ثانية. يعني هاي القراءة قديش بقرأ؟ 10 ثانية خلص، بس خلال زمن النمو، يعني بقرأ أثناء النمو. شو بيكون يقرأ؟ القوة الدافعة العكسية طبعا. بتحب يرجع يقرأ والتيار بتلاشى والقوة الدافعة الطردية قاعدة تتكون بيكون يقرأ فيها طبعا، بعدين تنقطع قراءته، إذا هو لا يقرأ إلا أثناء النمو والتلاشي طبعا. تمام، عشان هيك قلنا دارة محث ومقاومة لما درسناها، قلنا لما تيجي تتعامل مع الدارة طبعا ما بصيرش تقعد ترسم لي قوانين. انت بقى كيف تتعامل مع الدارة طبعا، اذا ما تعاملتش معها زي ما بقول لك بتحس كل سؤال فكرة. بعدين اللي بحكيه بسيط جدا، الحكي بسيط جدا ابسط من تتخيل، ركز معي. اسمها الدارة محث ومقاومة. الدارة فيها محث وفيها مقاومة. نتذكر كنا نقول ما بصيرش طبعا نقعد نحفظ قوانين الدارة، ليش؟ لأنه انت لما عندك بطارية، عندك محث، عندك مقاومة. لو ركبنا فولتميتر هون فولتميتر هون، هذا الفولتميتر شو بيقرأ؟ ها شو بيقرأ؟ هذا راكب على مين؟ وهذا راكب على محث اللي بشغل المقاومة، واللي بشغل المحثات تغير الدار مع الزمن. مضبوط؟ سلوك الدارة هاي طلع معي كيف تشتغل. مجرد ما سكرت مفتاح الدارة، شو بيكون التيار؟ صفر. يبدأ التيار بالنمو بشكل تدريجي حتى يصبح قيمة عظمى. تمام؟ التيار ينمو حتى يحقق القيمة العظمى. هلا اللون الأحمر هذا بيعطيك تصور عن مؤشر فولتميتر المقاومة، ما هو التيار هذا صفر، هاي التيار ينمو. فعشان هيك لما تسكر مفتاح الدار تلاقي مؤشر المقاومة بيكون يطلع يزيد. اللون الأخضر هذا بيعطيك تصور عن مؤشر فولتميتر مين؟ المحث. فبتلاقي مؤشر فولتميتر المحث بيقل حتى يصبح صفر. كويس. هلا انت معي بنلاحظ التيار عايش بيشتغل، المقاومة عايش بيشتغل على هذا، والمحث عايش بيشتغل على دلتا تاء. عشان هيك لما جينا كتبنا القانون قلت لك البطارية والمحث مربوطين، عفوا المحث والمقاومة مربوطين مع بعض توالي. تذكر معي شو كنا نقول؟ كنا نقول دارة محث ومقاومة، في عندنا بطارية تشغل قطعتين، منهم القطعتين محث ومقاومة، من المسؤول عن تشغيل المقاومة؟ والمسؤول عن تشغيل المحث. هاي قانون الدارة طبعا، هذا هو القانون. احفظ لي شيء زي ما بيحفظوه الطلاب دلتا تاء دلتا زين تساوي قاف دالة حاء ناقص مين تاء على حاء. لو انك عالم في الامتحان بدك تكتبه غلط. فيش بني ادم طبيعي انسان عادي يعني بيحفظ قانون زي هيك من عقله بروح الامتحان، طب انت راح تكتبه غلط. اقول لك ليش راح تكتبه غلط؟ لان انت اذا حافظ هذا القانون لذلك بتجي بتقدرش هذا السؤال دارت حتى مقاومة بتروح ما بتاخذش فيه علامة، تلاقينا حافظين قانون قاف دالة حاء ميم تاء حاء. في نفس الدرس بيكون حافظ قانون تيار العظمى قاف دالة عميم. في نفس الدرس بيكون حافظ دلتا تاء دلتا زين عظمى قاف دالة حاء. فهو حافظ قوانين ميم في المقام وحاء في المقام، ميم وحاء في المقام. فلما يروح الامتحان هذا بقعد شغلته اصلا بكون فيش ميم في الامتحان، بكتب دلتا تاء دلتا زين بقعد 5 دقائق لما يقرر شو يكتب تحت حاء ولا ميم. اما لما بشوف دفعته بلاقيك بكتب ميم. تمام، بعدين بيجي بيكمل بشك فيها طبعا بيطلع عليها.
تلاقيه بخبش عليها، بعدين مش بالقانون بنعدك طبعا، تلاقيه ولا بجمعش القانون، القانون مش مضطر تحفظه صح؟ انت بتقول له في بطاريه، ما هو كاتب لك دارة تحتوي محطة مقاومة. انت معي بتقول له بطارية، خليك معي، بتشغل محط، بتشغل ايش؟ المقاومة شو بدها؟ والمحط تغير مستمر في التيار، قاف دال حا ميم خصائص ثابتة لا تتغير مهما حدث. تاء ودلتا تاء متلازمتين في التغير، كيف تلازمهم هذول؟ طلع ما يكون تاء صفر تكون هاي عظمى. لا مش عكس، اذا انت تاء دلتا زين 20% هاي 80%. 40% شو يقابلها؟ 60%، 60% من هون شو يقابل 40% عظمى صفر. عشان هيك حالات خاصة ما بنكون حافظين. يعني انت بتقول بدي تيار العظمى بدك تعرف تزن العظمى، طيب بدالها بطاريه محط مقاومه تيار كويس، تيار ودلتا تاء. بدك عظمى التيار بتصفر دلتا تاء. عظمى التيار يحتاج ايش؟ يعني عظمى دلتا تاء دلتا زين صفر شو بيطلع لك؟ عظمى التيار، بدك عظمى دلتا تاء بتصفر التيار. هاي عظمى دلتا تاء، هاي طلعوا الحالات الخاصه صح؟ بعدين ملاحظات الدارة بسيطة جدا طبعا. انتم معي القوة الدافعة الحثية في المحطات كيف بتنحسب؟ بالناقص حاجة دلتا تاء دلتا زين. تمام؟ انتم معي؟ إذا طلبوا منك جيم المحط بالجيم السالب. إذا طلب منك قدرة المحط انتم معي؟ بتقول له جيم في تاء. القدرة مش بتعرفها جيم في تاء؟ حط جيم المحط. بضل عليك بس تحفظ لي قانون الطاقة المختزنة في المحط. والطاقة المختزنة في المحط شو بيكون شكل الطاقة؟ المغناطيسية دائما تفرغ عند فتح المفتاح على شكل شرارة. دير بالك في المحط طاقة شو شكلها مغناطيسية، ما بدكش تحفظ هذول. أنت حر، في طلاب شو بيعملوا؟ بيحفظ قانون طاقة المحط مشتقة. اعمل مشتقة أولى، ما هي الطاقة القدرة شو هي المشتقة الأولى للطاقة؟ نص حا تاء تربيع اضرب 2 في نص حا تاء تاء زين، هي قانون القدرة. اكتب بدل القدرة جيم في تاء، مش القدرة جيم في تاء. حا تاء تاء زين، بشطب تاء مع تاء. هاي جيم المحط. احنا بدناش لا نشتق ولا عبالنا، احنا بنحفظ قانون طاقة المحط. القوة الدافعة نحن عارفينها. جيم السالب بتصير جيم. طب اضرب جيم في تاء، جيم في تاء من زمان بتعرفها، قدرة جيم في تاء. تمام؟ وبعدين انتوا مع اللوحة. لما اقول لك اسمعني كويس، علل ظهور شرارة. هذا السؤال كثير مهم، علل ظهور شرارة عند طرفي مفتاح الدارة. بقول له عندما يفتح، خليك مع اللوحة، عندما يفتح مفتاح دارة محطة مقاومة. اللي بدك تسمعه الان كله هذا صار بعد لو ما فتحت المفتاح كله اللي بتسمعه مش راح يصير طبعا. نتيجة فتح مفتاح الدارة ستجد التيار بدأ يتلاشى، يتناقص، فيتناقص مع ذلك التدفق المغناطيسي فينشأ قوة دافعة طردية. ويستمر تلاشي التيار ونشوء القوى الدافعة الطردية، هذه القوى الدافعة الطردية ستكون سببا في ظهور الشرارة. فالشرارة هذه هي عبارة عن تفريغ طاقة المحطة المغناطيسية طبعا. هذه الشرارة تفريغ لطاقة المحطة المغناطيسية. بعدين الأسئلة الصعبة جدا هذول بيجيبوها الأسئلة الفلكية طبعا، أنتم بتعتبروها فلكية، شو بيكونوا عاملين؟ طلع معك الأسئلة أصعب شيء بيقدروا يعملوا، بقول لك محطة 4 هنري مقاومة كهربائية 20 أوم بطارية تدافع 100 فولت، تمام؟ طبعا انت تلتيش في نص السؤال، خلص دارة محطة مقاومة بتصمم القانون اول شيء، بتقول له دارة فيها بطارية بتشغل محط، بتشغل مقاومة، المقاومة تحتاج تيار، المحط بده يتغير مستمر في التيار. ثبت للقيم الثابت، ثبت قاف دال حاء 4 ميم، وبتثبت تاء ودلتا تاء، هذا اسمها معادلة سميناها الصراف صح؟ كنت اقول لك هاي المعادلة وظيفتها تحسب لك الشيء الذي يلزمك للحل. يعني بدك عظمى التيار بتصفر هاي، شو بطلع التيار 5 امبير، طب عظمى الدلتا تاء بتصفر هاي 25 امبير. اسمع لي هذا سؤال صعب، ركز معي. بدي تحسب لي فرق جهد طرفي المقاومة الكهربائية عندما يكون التيار الكهربائي او عفوا دلتا تاء دلتا زين 15 امبير لكل ثانية. انت معي كويس، شو طلب منك فرق جهد طرفي مين؟ يعني جيم المقاومة مين؟ في التيار. بتشاطليش على مين؟ ميم 20. اسمع شو بسألك، ما الذي يلزمك للحل؟ تيار. أعطي في السؤال معلومة تلزم ولا لا تلزم؟ دلتا تاء دلتا زين. ايش اللي بيلزمك للحل؟ تيار. وشو معطيك؟
ايش معطيك؟ دلتا تاء على دلتا زين. هل جيم تحتاج دلتا تاء؟ لا، دلتا تاء. هاي وظيفة المعادلة. تاخذ دلتا تاء هاي. مين بيعرف دلتا تاء على دلتا زين ما بتلزمك الحل، بتحط 15. وظيفة المعادلة تعطيك التيار 4 ب 15 60 بتروح عند ال 100. بتعوض التيار 2 امبير. هاي المعادلة وظيفتها تعطيك تاء في أي لحظة دلتا تاء في أي لحظة. طب يعني بسألك سؤال آخر. طاقة المحث عندما تكون دلتا تاء على دلتا زين 20 امبير لكل ثانية. بقول له الطاقة نص ح تاء تربيع حاصفة ثابتة، شو بلزمني؟ تيار. هو مش معطيني التيار، معطيني دلتا تاء، بروح على الصراف بعطيه دلتا تاء انقل 80 شو بطلع التيار؟ واحد بتعوض الواحد. طب لما يقول لك احسب القوة الدافعة الحثية عندما يكون التيار عفوا 2 امبير او 3 امبير، بقول له حاصفة ثابتة، ما الذي يلزم؟ دلتا تاء. هو شو معطيك؟ تاء، بتعوض تاء 3 بتجيب لي دلتا تاء دلتا زين في تلك اللحظة. شو بتطلع 100 بتجيب عندها 60 بتصير 40 دلتا تاء دلتا زين في 4 شو بتطلع دلتا تاء دلتا زين 10. تمام؟ طبعا هم راح يجيبوا لك سؤال كالتالي. راح يجيب لك سؤال محث غير مثالي. انت معي معلم؟ مين بتذكر المحث لما يكون مثالي؟ انت معي او غير مثالي؟ طبعا بيكون مبين اذا كاتبين حا وبس ولا كاتبين حا وميم حا. هلا اذا كاتبين حا معناته كم قطعه عندك؟ قطعه واحده، فبتركب فولتميتر واحد، بتاخذ قراءه واحده. شو اسم القطعه؟ المسؤول عن تشغيلها. اما اذا في قطعتين كم فولتميتر بدك تركب؟ قراءتين، حا وميم حا مقاومه سلك المحث. ميم شو بدها؟ وحا. طبعا السؤال راح يسمعوكم اياه زي هذا. تمام؟ هذول الطلاب اللي جايين يجيبوا 110 بنسى ميم حا، بنسى يزيد ميم حا. عرفت علي؟ هذول اللي بيكون طبعا اللي ما فيش عنده مشكله. طبعا اللي عنده مشكله هذا اللي جاي يجيب 110، اللي عنده مشكله بنسى حاله. هذا بنسى حاله. كيف؟ ما تطلعش تقول اذا نسيت، ما تطلعش تقول نسيت مقاومه سلك المحث. يعني خلاص انسى الموضوع، خلي بينك وبين نفسك. احكي لاولاد اولادك. انا راح تتمسخر. ماشي. اذا قاعد بقول لك السؤال راح يجيبوا لكم سؤال فيه مقاومه محث، فتطلع تقول نسيت مقاومه المحث. يعني انت ما عملتش شيء. يعني لما تشوف مقاومه المحث بدك تزيدها. بعدين كنت اقول لكم انا دائما اذا طلب منكم قوه دافعه حثيه طلعت معك سالب 20، اذا طلب جيم شو بتعمل؟ بتقيم السالب بتطلع جيم. بس قلت لك اذا في المحث مقاومه بدك تزيدها بتقيم السالب وبتزيد مقاومه سلك المحث في التيار. طبعا في شغله ثانيه مهمه كمان كنت اسالك دائما في كل سؤال سالت فيها سؤال. علل اذا اغلق لحظه غلق المفتاح شو بيقول؟ يحكي ان التيار صفر. اللي بيعرف ليش التيار صفر بيقول لنا لحظه غلق المفتاح تنشا قوه دافعه حثيه عكسيه مساويه للقوه الدافعه تبعت البطاريه. يعني معي هون السؤال هذا. تعال نحسب القوة الدافعة الحثية المتكونة في المحث لحظة غلق الدارة. لحظة غلق الدارة حا 4 شو بلزمنا؟ دلتا تاء دلتا زين. طب مين بيعرف لحظة غلق الدارة شو بيكون التيار؟ طب تعال نطلع دلتا تاء دلتا زين بالطريقة بدال 4 دلتا تاء دلتا زين شو بتكون؟ 25. صح؟ هذا لحظة غلق الدارة. طب عوض هذا 25 شو بتطلع قاف سالب 100. لفظ لازم تكون زي قاف دال البطارية. طبعا لما يقول لك علل لحظة غلق دارة محث المقاومة، علل يكون التيار الكهربائي في تلك اللحظة صفر. بتقول له في تلك اللحظة تنشأ قوة دافعة حثية عكسية مساوية لقاف دال البطارية. فشو بتطلع سيجما قاف دال؟ صفر. إذا بتكبس معك تكتب معادلة الدارة البسيطة. أنت معي؟ تكتب معادلة الدارة البسيطة بتقول التيار يساوي كم بطارية؟ في عندك تنتين طبيعية وحثية. طب لحظة غلق الدارة شو بيكون التيار؟ اضرب تبادل قاف دال قاف فتحة شو تساوي؟ لأن في تلك اللحظة ستكون قاف دال الحثية تساوي قاف دال المصدر. صح؟ يعني عوض في معادلة الدال البسيطة تاع صفر بيطلع الجواب. يعني ليش التيار بيكون صفر؟ هاي الجواب. اكتب لهم هيك تاخذ العلامة كاملة. بس بدك تكتب جواب لأنه تنشأ قوة دافعة حثية ايش؟ عكسية. لازم تكتب. إذا ما كتبتش عكسية بدك تحط إشارة سالب. تنشأ قوة دافعة حثية عكسية مساوية لقاف دال المصدر. وتنساش انه لحظة غلق المفتاح بعيد كل مرة التيار ينمو يصل قيمة عظمى بتفتح المفتاح يتلاشى يصبح صفر. في هاتين الفترتين الزمنيتين شو بنسميهم هذول؟ زمن النمو وزمن التلاشي. اثناؤهما تنشأ القوة الدافعة الحثية العكسية الطردية
فالفولتميتر تبع المحك يقرا اثناء ايش؟ النمو والتلاشي وتنقطع قراءته في عند الصفر. بصير صفر عند الثبات على عظمى وعلى ايش؟ على صفر، صح؟ هذا كل اللي كان في الحث الكهرومغناطيسي طبعا. ماشي عالم؟ ماشي.